القصة بدت معاي كيف وأنا بديت أشوف الجين كيف الموضوع ده حصل كله قبل الخريف. صديقة الصفحة بتحكي وبتقول نحن رحلنا في حلة جديدة واشترينا بيتنا الجديد هناك، والبيت كان نظامه كيف؟ كان الحوشين الورا والقدام متصلات مع بعض، والبنيان كله كان على الأطراف، وكان في عريشة، وفي البيت اللي اشتريناه كان في حتة كده كانت زي كوشة. فبديهيا كده أول حاجة عملناها إنه نظفنا الكوشة دي وبقينا بنستخدم العريشة. القصة بدت معاي كيف وأنا بديت أشوف الجين كيف الموضوع ده حصل كله قبل الخريف، وبالتحديد في وقت النوم. كنا بننوم كيف؟ أبوي بينوم جنب الباب عشان يحرسنا ويكون متابع عربيته، وأمي بتنوم في طرف العريشة وبنوم جنب أخواني الصغار، وأنا بكر البيت فكنت بنوم مطرفة منهم شوية، تحديدا في طرف العريشة المقابل للكوشة. والوقت ده أنا كنت شافعة قبل 10 سنين كده، يعني كان عمري حوالي 12 سنة. ومن الوقت ده كان عندي أرق، ما بنوم طوالي، بتقلب تمام حتى أنوم. وفي قلبي ده كنت بعاين على اتجاه الكوشة. الوقت ده كنت بشوف خيالات سوداء وأنا ما مجمع هي شنو أصلا. طوالي بكل البراءة في الدنيا مشيت حكيت لأمي، وأمي قالت لي هي تاني ما تعايني في الاتجاه ده وخليكي بعيد من الكوشة دي. وفعلا اتفاديت الموضوع وبقيت بنوم على ظهري أنا والسما، ما في أي حاجة قدامي ولا أنا بعاين لي حاجة. بعدها ركزت إنه في كديس أسود قاعد يكون قاعد طوالي في الحيطة اللي بيننا وبين الجيران. الكديس ده طبيعي بعاين لي، وقدر ما عاين ليه وما بيكسر عينه لحد ما أنا أرمشها وأغمض عيوني. ومرات لما الموضوع يطول بيقوم تنقش ويتلب بينزل على اتجاه الكوشة دي، ولا من شاف ولا من ديري. وعشان أتفادى التشغيلة ما حكيت لي زول، والموضوع عدى وجا الخريف. جا الخريف بقينا بننوم جوا. وبننوم كيف؟ بننوم أنا وأخواني الصغار جنب بعض، وانا بنوم مقبل على المرايه ومع الارق بتاعي ذاك. وكأي بنت يا دوب مراهقه وشكلها بدا يحلو وبدا شكلها اللونسوي يظهر بتحب تعاين لنفسها في المرايه وعجبها روحها. انا بقعد بعاين في المرايه دي لحد ما انوم وما حصل اي حاجه، لحد ما الخريف انتهى ورجعنا تاني بالنوم برا. هنا الموضوع انتقل معاي للمرحله الثانيه، بقيت بحلم بناس بدقوني عديل. الخيالات السوداء والكدايس والموضوع اللي هنا ده كان لعب عيال ساي. بعد شوية بقيت بحلم بنفسي قاعدة بعاين في المراية في قاعدتي ديك ذاتها، لكن بعاين جنبي بلقى في واحدة قاعدة كأنها أنا تومتي عديل، لكن جلدها شاحب كده، يعني زي جلد الأموات اللي بيجيبون في الأفلام ديك، وشعرها أسود وبقبوعينها ده أسود وظاهر بطريقة مخيفة. وبقت كمان تعاين ليه وتبتسم، وفجأة في نص الابتسامة المريبة دي تمسكني تهبطني تدقاني دق العيش لحد ما أنا أصحى بصرخ وجسمي واجعني. والموضوع بقى بيتكرر، وأنا بقت عندي عادة إنه أول ما أخد دقتي دي وأصحى أمشي طوالي أقعد جنب أبوي أبكي 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 قدرتي، لأنه بحس بالطمأنينة هناك. أمي تجي تقرأ علي اليوم الأول الثاني الثالث. لما الموضوع ده بقى دوري أمي هنا حست بأنه الموضوع ده دي ما كوابيس، وإنه في حاجة من برا داخلة في القصة دي. وأمي طوالي ما كذبت خبر، طوالي مسكتني من يدي ثاني يوم وساقتني لواحدة من الشيوخ اللي بيقروا القرآن ديل. الشيخة قرد عليه القرآن، والموضوع بقى مستمر فترة أنا ما متذكراها كم بالضبط، لحد ما عدى على خير الحمد لله والموضوع ما كبر. وصديقة الصفحة بتواصل تشرح لكم وتوصي فيكم، بتقول لكم أنا الحمد لله الموضوع ما كبر معاي، ومن الوقت داك ملتزمة بالمعوذات وبالتحصين والصلاة الصلاة الصلاة. ولسه وبعد التحصين ده بتقول إنه الكيان ده قاعد يظهر ليها في الأحلام وبخوفها في أحلامها وبيأذي ليها أقرب الناس ليها. بتقول للبنات تحديدا اتفادوا القعدة قدام المراية الطويلة، لأنه هي لحد هسه بعد 10 سنين حاسة إنه الكيان ده لسه قاعد معاها ولسه مباريها. ودي كانت قصتها معانا. طولت عليكم الغيبة المرة دي، لكن كنت معاكم أنا محمد البشر ما وراء الستار. وما ننسى يا شباب شير لايك سبسكرايب. السلام عليكم.